رابع حاجة النضج العاطفي، والنضج العاطفي ده بيتطور كل ما بنكبر. في البداية مش بنقدر ان احنا نتعامل مباشرة مع مشاعرنا، يعني مثلا لما بنكون في سن الطفولة، لما حد بيضايقنا بنعيط، لما حد بيزعلنا بنروح نشتكي لأهلنا، لما حد ممكن ان هو يعصبنا ممكن ناخد رد فعل فجائي ونضرب. لكن لما بنكبر بنتعلم ان احنا ننظم مشاعرنا ونتعلم ان احنا نتعامل معاها، فبنتعلم ان احنا نكون حذرين اكتر، ان احنا ناخد وقت عقبال ما نرد، ان احنا ما نعيطش مباشرة، ان احنا نحاول نشوف الشخص ده مثلا قال كده ليه او تعامل معايا بالطريقة دي ازاي. فالنضج العاطفي ده بتبقى مراحل مختلفة ومبنحسش بيها مباشرة، هي كل تفصيلة وكل حدث وكل تجربة مرينا بيها بننضج فيها عاطفيا أكتر، وبنتعلم فيها كمان ازاي نقدر نتعامل مع مشاعرنا بشكل صحي وبشكل مختلف. ومع الوقت بيبقى عندنا نضج عاطفي كفاية ان احنا نقدر نعيش حياتنا بشكل طبيعي ومن غير مساعدة من الأهل أو من الناس القريبين. خامس حاجة العلاقات والناس. الإنسان عموما مش بيعيش لوحده، هو بيعيش دايما في دايرة علاقات كبيرة، بتبتدي من الأهل، القرايب، الأصحاب، زمايل الشغل، المعارف السطحية اللي بتكون عن طريق النادي مثلا، أو أماكن ممارسة الرياضة، أو الهوايات عموما. وفي كل دايرة جديدة بتضيف للشخص تفاصيل جديدة، وكل ما الدايرة دي ما بتتغير كل ما شخصية الشخص ده بتتغير. يعني مثلا أيام الجامعة بتكون في دايرة معينة من الأصحاب والأصدقاء، لما بنشتغل بيكون في الزملاء، فبيبتدي تاخد مساحة من الدايرة الأولانية. الدايرة الجديدة بتضيف حاجات كتير لشخصيتي، يعني مثلا بتضيف حاجات بتخص المسؤولية، الإنجاز. كمان مثلا لما بنتجوز بيبقى في دايرة جديدة دخلت، اللي هي دايرة مثلا أهل الزوج، فبيكون في علاقات جديدة، فبنبتدي إن احنا نتغير. فالناس بتقول مثلا البنت دي اتغير بعد ما اتجوزت، الشخص ده اتغير بعد ما اشتغل، الشخص ده اتغير بعد ما سافر. كل ما دايرة المعارف ودايرة الناس بتتغير كل ما شخصيتنا بتتغير، احنا بنتأثر بالخبرات وبالثقافات وبالشخصيات الجديدة اللي احنا بنتعامل معاها يوميا بالتدريج، طبعا مش مرة واحدة بس. مرة واحدة بنلاقي اوكي انا كده خلاص، انا بقيت شخص تاني، بس احنا ما بقيناش شخص تاني، التغيير ده كان تدريجي موجود، لكن احنا بنحس بيه مرة واحدة بعد مرور فترة كبيرة. خامس حاجة ممكن إن هو يكون وسيلة علشان نحمي بيها نفسنا. يعني مثلا الشخص اللي تعرض لأكتر من مرة لخذلان من ناس بيحبهم أو صدمات من ناس بيحبهم، بيتعلم إن هو يكون حذر أكتر في المواقف اللي بعدها. الشخص التاني مثلا اللي تعرض لمشاكل وتوتر لفترة طويلة ممكن يكون منطوي، وهنا الحذر أو الانطواء مش تغيير سلبي، هي طريقة اتعلمها الشخص ده علشان إن هو يتجنب الألم. وهنا هو اتغير لأن هو اتعلم علشان مثلا أتجنب الخذلان ده تاني لازم أكون حذر، ودي حاجة طبيعية وحاجة عادية جدا. يعني الإنسان بيتغير لأنه بيتعلم، بيتعلم من غلطاته، بيتعلم من خبراته، بيتعلم من التجارب اللي بيمر بيها، بيتعلم من العلاقات الموجودة في حياته. فعشان كده لو شفت حد اتغير فجأة ما تاخدش ده بشكل سلبي، لأن دي حاجة طبيعية، كل شخصية بتتغير وبتتطور، ومفيش شخص بيبقى هو نفس الشخص طول حياته. المهم ان يكون التغيير ده قريب من نفسنا، واننا نفهم نفسنا وحياتنا بشكل اكبر، ان احنا نكون علاقات قوية ناضجة، وطبعا ما يكونش التغيير ده في اتجاه سلبي. احنا عموما مش بنكبر بس من بره، احنا كمان بنكبر من جوه، عشان كده التغيير حاجة طبيعية وإنسانية جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة، وكانت معاكم نهم وافي. بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.